أنا كنت عايش في مصر، وكنت عايش في الخليج، وعارف درجات الحرارة في مصر عاملة إزاي، والبيوت في مصر عاملة إزاي، والتجهيزات في مصر عاملة إزاي. نفس الكلام لمّا رُحت الخليج، رُحت برضه عِشت، شُفت درجات الحرارة اللي بتوصل ل50 درجة مئوية حتى في الضل مش تحت الشمس، ولكن البيوت مجهزة، البيوت من جوّه مجهزة، كل بيت جوّاه تكييف، ده أساسي، ده عنصر أساسي زيه زي كأنك بتبني عمود أو حيطة لازم يعني. العكس هنا في أوروبا، أوروبا لمّا بيبنوا البيوت ما بيبنوش معاها تكييفات، ما بيدخّلوش تكييفات كأساس لبناء الشقة أو البيت. الأساس إيه؟ هو الدفاية، الدفاية اللي هي عشان الشتا القارس هنا في أوروبا، الشتا القارس اللي هو بيقعد فوق ال9 شهور والّا ال8 شهور، بيبقى شتا قارس ودرجات حرارة تحت الصفر، فيبقى في كل شقة، في كل شقة، جوّه كل غرفة في الشقة بما فيها المطبخ والحمامات، بيبقى في كل غرفة لازم تلاقي دفاية، دفاية متركبة في الحيط. ده أساس جوّه أوروبا، والناس اللي عايشة في أوروبا عارفة الكلام ده. لكن ما فيش أساس إنّك مع تصميم البيت أو مع إنّك تبني بيت أو تبني شقق، إن يبقى فيها بتاع ده، يبقى متركب فيها التكييف. عشان كده زي ما قُلت إن موضوع التكييفات والمراوح ده يعني إيه، لسه ظاهر من كام سنة هنا في أوروبا. ليه؟ عشان تغيُّر المناخ يعني سحب أوروبا للجفاف، وسحب أوروبا لدرجات حرارة ما حدش طايقها. وكمان اليوم في الصيف هنا في أوروبا طويل جدًا، بمعنى إن الشمس بتبقى ظاهرة فوق من الساعة 6:00 صباحًا لغاية الساعة 21:30، 22:00 بالليل، وده بلا مبالغة يعني، لغاية الساعة 21:30 تقريبًا أو 22:00 في بعض المناطق بتختلف، بتبقى الشمس ظاهرة، فاليوم طويل جدًا والشمس دايمًا أشعتها عمودية، فتلاقي إن جوّه البيوت البيوت بتجمّع حرارة طول اليوم من الشمس، والحرارة دي بتحتفظ بيها جوّه البيوت، فأنت ما فيش أي فرصة إنك تقعد في البيت بشكل إيه، بشكل لطيف يعني. عشان كده حصل برضه آآ يعني إن في ناس اتوفّت في أوروبا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي إنجلترا وده بقى شيء يعني إيه، هم بيحاولوا إن هم يكافحوه دلوقتي، فبقى المفروض يبقى في خطة قومية للمدارس والمستشفيات والحاجات دي كلّها عشان التكييفات والمراوح.